انت مين وبتعملي ايه هنا؟ يا اهلا يا دكتوره ياسمين، انا جرثومه المعده، نورتي. من هنا مفيش حمض معده يخوفني، كلامي اللي بيمشي هنا. ودخلتي هنا ازاي؟ سهل قوي، اكله من الشارع مجهوله المصدر او شرب ميه ملوثه حتى لو بوق واحد، وهوب ابدا شغلي. طيب وايه الاعراض بقى اللي ممكن تظهر على المريض؟ خدي عندك يا دكتورة حرقان في المعدة، وخصوصا وهي فاضية، رائحة فم كريهة، غازات وانتفاخات في المعدة. طيب لو المريض طنش وما اتعالجش صح؟ ولو ما اتعالجتش كويس والمريض اهمل العلاج بقعد بالسنين والنتيجه بتكون قرح، فالمعده خطيره. يا ساتر، للاسف صح. ممكن جرثومه المعده لو اهملناها وما عالجناهاش كويس ممكن تسبب قرح شديده في المعده، وبعض الحالات لا قدر الله ممكن توصل لسرطان في المعده. ايه ده؟ في ايه اللي بيحصل ده؟ ده العلاج يا جرثومه مهم جدا جدا يا جماعه، نهتم بعلاج جرثومه المعده. سواء العلاج الثلاثي أو الرباعي على حسب الحالة. وما ينفعش ياخد العلاج 5 ايام وبعدين الاعراض تكون هديت شويه نقول ان احنا خلاص خفينا وما نكملش كورس العلاج، كده احنا بنشرس جرثومه المعده وهيبقى صعب علينا قدام ان احنا نعالجها. كمان ما نهملش لو الدكتور طلب مننا فحوصات عشان نتاكد ان هي تم القضاء عليها تماما بعد ما نخلص كورس العلاج. لو عندكم اي سؤال سيبوهولي في الكومنتس وهرد عليكم. لو استفدت من الفيديو لايك وشير عشان تفيد غيرك، وما تنساش الفولو عشان يوصل لك كل جديد. ودمتم في احسن حال وصحه وراحه بال.